السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحات بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. موضوع النهاردة موضوع جميل وموضوع لا للاحتكار، وطبعا طول حياتنا بنقدم شروحات وسفتات بدون مقابل. فأنا ناس كتير حبايبي كلموني قالوا لي يا عم في سفتات عايزينها وفي حاجات وفي ناس بتطلب فيها مقابل مادي، ولكن أنا هنا قلت طبعا شغل الحمد لله كله من مجهودي، وعايز نظرة كده أو تنبيه مهم لكل الناس. مفيش حد بيقدر يصنع سوفت، أنا ما بقدرش أصنع سوفت كامل ولا غيري بيقدر يصنع سوفت كامل. هو مصنع الرسيفر أو المصنع هو اللي بيصنع السوفت بس. فطبعا كلها اجتهادات مننا إن أنا أقدر أعدل السوفت ده عشان خاطر الجهاز ده يقبله، وأقدر أعدل السوفت ده عشان ده يقبله، وأقدر أحول ده وأقدر أشوف نفس الفيرجن. ولكن النهاردة بقدم لك سوفت مميز، ناس كتير طالبينه وفي مميزات جميلة. ويلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم. ايه السوفت المهم اللي انت بتتكلم عليه يا عم بلال؟ السوفت النهارده هو للمعالج الصن بلس 1506 تي في و1506 اتش في ال ام، مش داكي، فلاشة 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. الجهاز اللي هنشتغل عليه النهارده الشارب ستار A5. طبعا الشارب ستار كنا عملنا له سوفتات وتحويلات وحاجات قبل كده كتير، ولكن النهارده نازل لك بسوفت جميل، سوفت مميز هيقدر يشغل لك ريموت التايمر، ويقدر يشغل لك ريموت ال ام، ويقدر يشغل لك ان انت تقدر قصدي ان انت تقدر تديله ملف التايمر وتقدر تديله ملف ال 90% اللي هو بتاع ال ام. سوفت مميز وهيضيف لك فيه الجيشر بلس الناس كلها بتدور عليه، وهيبقى سوفت مميز وشرح بسيط. فمش عايزك تقدم الفيديو ولا تسرعه عشان تقدر تجمع المعلومه كامله، لان الاجهزه دي يا جماعه زي ما قلنا قبل كده في شروحات لازم تبعت لي السوفت حضرتك عشان اعدله لك عشان يقبل السوفت اللي انا هنزله لك النهارده. وعلى قد ما اقدر هحاول اجمع 10 15 10 سوفتات لمعالجات كتير، يعني البريفكت، الستار نت، السيتي سات، في انواع كتير من الاجهزه ديت. ولكن اللي هيخش على اصدار جهازه ويلاقي نفس السوفت او نفس الشرح اللي هقدمه لك دلوقتي، هتبعت لي السوفت على الماسنجر واعدله لك وابعته لك تاني. ويلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض الشرح. وزي ما قلت لك ما تسرعش الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. طبعا يا جماعه زي ما قلنا في اول الفيديو، معالج النهارده صن بلس 1506 تي في و اتش في ال ام. طبعا في تنبيه مهم كده عايز اتكلم فيه في اول الشرح. طبعا بعد ما وصلنا الجهاز، عايزين يا جماعه الناس اللي هي بتاخد السوفتات والشغل اللي انا بعمله والشروحات وبتنسبها لها وبترفعها على جروبات وبتنفعها على منتديات، والمشكله كمان والمفاجاه والصدمه اللي انا شفتها ومن ناس مشتركين عندي على القناه، ان هم بيطلبوا مقابل مادي من الناس في السوفتات ديت. يعني انا اللي بتعب وانا اللي بعمل وهو بيطلب منك مقابل مادي. عشان كده نازل لك بالسوفت ده، وشفت تحدي لاي حد ولكل الناس. وطبعا هنا قلت كده وفكرت ايه اللي ممكن نقدر نحل بيه المشكله ديت. في ناس اقترحت عليا، وطبعا كانت اقتراحاتهم حلوه، ان هو عايز كل المشتركين عندي على القناه تعمل مشاركه لكل شروحاتي، تعمل مشاركه لكل شروحاتي على سواء صفحتهم او على جروبات، عشان خاطر الناس كلها تستفيد. وانتوا عارفين ان الحمد لله شغلي الحمد لله بدون مقابل خالص، واللي بقدر ربنا بيعين عليه ان انا اوصل لاي حل مشكله، اي حاجه جديده بقدر اقدمها لكم على القناه. ونرجع لموضوعنا تاني عشان ما اطولش عليكم. زي ما حضراتكم شايفين هنخش على الاصدار زي ما عودناكم. عندك اتش اس بي 06 اتش في 1 اس 4، يعني صن بلس 1506 اتش في 1 اس 4، يعني فلاشه 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. عايزك بالله عليك كده في اول الفيديو ما تسرعش الفيديو واهدى كده، وعايزك عشان خاطر تقدر تجمع المعلومه، لان انتوا عارفين ان الاجهزه ديت لازم كل جهاز اعدل له السوفت عشان خاطر يقدر يقبله، لان ده مش زي اجهزه الداكي لما بعدل السوفت كل الاجهزه بتاعته. فلازم كل ده كل جهاز، لانه طبعا له اشباه كتير في السوق، له البريفكت اكس 2 والسيتي ستار والفورتك 3 8 له، والشارب طبعا بكل انواعه، وله الستار نت، له انواع كتير في السوق. تمام، هنرجع باك. والسوفت بقى اللي بقدمه لك النهارده سوفت مميز زي ما قلت لك، هيشغل لك ريمودين،
يعني هيشغل ريموت التايمر وريموت ال ام، وطبعا عدسه الجهاز شغاله تمام، وهيقدر يقبل معاك اي ملف قنوات اتش دي سواء ال 90% او سواء ملف قنوات التايمر، وده حاجه مميزه ولسه جديده في السوفت ده. يبقى نحل مشكلة إن الناس اللي بتاخد السوفتات وتنسبها لهم وهم مش ما تعبوش فيها أصلا ولا عملوا فيها، هو بيخش على الشرح بتاعي ياخد السوفت يضيفه عنده، يعمل إن كان يعمل عليه أي شرح أي حاجة، ويطلب من الناس مقابل مادي. السوفت اللي بقدمه لك النهارده في جي شير بلس، وفي تشغل الريمودين، وفي ملفين قنوات زي ما قلت لكم. طبعا الجهاز بيحمل معانا، هنصبر لحد ما يحمل ويفتح معانا ونخش بقى على الخطوة التالية وهو الشرح، ونشوف ايه الجديد في الجهاز ده. بعد ما الجهاز فتح معانا تمام زي ما حضراتكم شايفين، اول خطوة نعملها طبعا ده ريموت ال ام وده ريموت التايمر. ادي ريموت ال ام شغال تمام، وادي ريموت التايمر شغال تمام. ده اول ميزة في السوفت اللي قلنا عليه، ريموتين شغالين عليه تمام، ودي ميزة جميلة في اجهزة ال ام. طبعا اول حاجه هنخش منيو زي ما حضراتكم شايفين، منيو جميل، منيو رائع. طبعا سوفت لسه حديث، واول وتاني تاني ميزه فيه ان اليوتيوب شغال عليه باحدث اصدار، وده حاجه جميله. طبعا في واحد يقول لي امال ايه المربع اللي في النص الاسمر ده؟ المربع اللي في النص الاسمر ده هي يعتبر صوره مصغره لتشغيل القناه، زي ما حضراتكم شايفين كده. اول ما يوصل سلك الاشاره زي ما حضراتكم شايفين، طبعا يعني زي ديت ميزه جميله برضو في السوفت الجديد ده. تاني حاجة وقلنا بيقبل تالت حاجة بيقبل ملفات القنوات سواء ال 90% أو سواء ملفات التايمر، شغال تمام. زي ما عودناكم هنخش أول حاجة على الإعدادات، وهننزل على الإصدار، وزي ما حضراتكم شايفين اتش اس بي 06 اتش في 1 اس 4، يعني زي ما قلنا سان بلس 1506 سواء تي في او اتش في 1 اس 4، يعني فلاشه 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. طبعا الجهاز بيدعم الفلاشه الجديده فقط لا غير، بيدعم الفلاشه 7601. وطبعا لو دخلنا على خانه اعدادات الايثرنت هنشوف هل بيدعم حاجه تانية غير الواي فاي. هنخش على الشبكه، وزي ما قلت لكم اهوت ما بكدبش عليكم، عليه جي شير بلس. وطبعا هنخش على اعدادات الايثرنت، وطبعا ما بيدعمش الا شبكه الواي فاي بس. طبعا دي مش مشكله، يعني هو الجهاز جميل وسريع، سريع في التشغيل وسريع في الاداء، وده طبعا سوفت جديد. السوفت ده انا منزله عشان خاطر في ناس كانت عرضاء بمقابل مادي، طبعا على قناه شروحات بلالسات كل حاجه الحمد لله بدون مقابل. ولو ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصل كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. وزي ما قلت لكم عايزكم انتم كمشتركين اعمل مشاركه للفيديو سواء على صفحتك او اي حاجه او على جروب انت تعرفه. اعمل مشاركات للشروحات عشان خاطر الناس تقدر تستفيد بدون مقابل مادي، لان في ناس زي ما قلت لك بتاخد السوفتات وبيبقى تعب انا وبتنسبها لها وبتديها كمان مشكله كمان تديها للناس بمقابل مادي، واحنا طبعا لا للاحتكار. وكده يبقى انا وصلت لنهايه موضوعنا النهارده. نبذه سريعه عن موضوع النهارده. الجهاز اللي كان معانا النهارده الشارب اي 5، طبعا المعالج سان بلس 1506 تي في او اتش في، فلاشه 4 ميجا بدون واي فاي داخلي، سوفت جميل، سوفت سريع، بيدعم لك ريمودين، ريمود ال ام وريمود التايمر، وبيقبل معاك نفس الوقت ملفات القنوات سواء التايمر او ال ام اللي هي 90%، واحدث اصدار لليوتيوب. وزي ما حضراتكم شايفين منيو الجهاز منيو رائع ومنيو جميل وخفيف بجد. انا جربت الجهاز لقيته سريع حلو وبيحل مشاكل الجهاز. ويا رب تكونوا استمتعتم بالشرح، وانتظرونا ان شاء الله في سوفت قادم والمعالجات قادم، وان شاء الله نعمل بث مباشر قريب عشان نتكلم في نقطة الناس اللي بتاخد السوفتات وبتنسبها لها وبتديها للناس بمقابل بدي. وبكده يبقى انا وصلت لنهاية موضوعنا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي شرحاء بلالسات في كل مكان.